اريد اقول او كل واحد من عندنا يقول بيت شعر كلش باقي بذاكرته. يعني مو إله لا إله. مو شرط الك مو الك، بس بيت شعر كلش بحيث انت صفوني هذا شلون انكتب. ابلش اني؟ تمام. اوكي. انا بيت شعر بهاي الفتره ابد ما يفارقني. يقول بعد شي في ذا اعتذارك من قبل ما ينقبل بالسما الغربان باعتنا وشرتنا وقسمتنا نصير كم وجبتها كل. الله الله كاظم قاطع رحمه الله عليه. لك صار انا ابيات كثيره يعني كاظم قاطع، بس بيت اخير شيء اثر بيه رحمه الله على روحه سمير صبيح. هو ما طارحه للاعلام، يسولف عن انه هذه القساوه لازم مرات تجي قساوه بحق شخص انت تريد منه، يعني مو شرط تكره. فيقول هزيت الغصن ما كره ردت تطيح، شلون انفخ عليها وتوقع الثمر. الله أنا لازم اقسوها مجبورة كله لازم اقسوها رحمه الله عليه. والله هي هواية أبيات، بس اكو بيت محسن الخياط الله يرحمه يقول تصوريني وشال زيبق حطنا واكتب ظهر مهرة ترهرز بماعون صيني. شوف القلق اللي بهذا البيت، الزئبق هو اللي الزئبق هو زين. تخليه بقلاص زين، تخليه بالقاع بمكان ثابت هو ما يثبت ما يستقر ويشظى حتى وهي نفسه. فكيف اذا بماعون صيني اللي هو مفتوح وبظهر مهره وهي المهره اصلا ينام وهو واقف وما يثبت ابد حتى بنومه. فشوف القلق اللي هنا. كلش